اسمع عن لعبه اسمها سكواد جيم. سكواد جيم بتاعت كوريا. انا بعمل بقى سواد جيم. سواد جيم. اخيرا صور وفيديوهات بتعرض لاول مره حوالين ظهور الفنان رامز جلال الجديد خلال برنامجه اللي هيقدمه في موسم رمضان 2026، ومعايا صور كتيره جدا للفنان رامز جلال وكمان للستايل اللي هيظهر بيه خلال البرنامج اللي هيقدمه في موسم رمضان 2026، ومعلومات مهمه جدا بتخص البرنامج هتتسرد في حلقتنا النهارده وبتسمعها لاول مره. فكل اللي طالبه منك انك تتابع معايا الفيديو للنهايه، واوعى تنسى تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه وتفعل زرار التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وكمان تصلي على النبي. واخيرا الفنان رامز جلال بيظهر بعد فتره غياب طويله جدا من اخر ظهور ليه، والظهور دوت في مهرجان جوي اووردز 2026. والصور اللي قدامك ديت هي من الظهور الخاص لرامز جلال واللي ظهر فيه خلال المهرجان. والظهور كان عباره عن ان رامز جلال ظاهر ببدله لونها ازرق بترتر ولون شعره هو اللون الابيض، وكمان كان ظاهر بقناع غريب جدا في وش الكاميرا، وبعد كده قلعه وفاجئ كل الحاضرين ان هو رامز جلال. هتقول لي طب ايه علاقه برنامج رامز جلال في رمضان 2026 بالستايل دوت؟ هقول لك لا، ده الظهور دوت كشف لنا حاجات كتير جدا بتخص البرنامج الجديد اللي هيقدمها في موسم رمضان 2026. اول حاجه وهي ان رامز جلال عمل لقاء خلال مهرجان جوي اووردز مع احد المذيعين، والصوره اللي قدامك ديت بتاكد لك الظهور مع المذيع واللي سال رامز جلال سؤال يعتبر اجابته من رامز صدمه للجميع. السؤال وهو ايه تفاصيل برنامجك يا رامز في رمضان 2026؟ رد عليه رامز جلال برد غريب جدا ورد صادم، وهو ان رامز جلال قال له تعرف مسلسل سكواد جيم؟ انا عامل بقى السنه دي سواد جيم وفي 3 اصابات حاصله لغايه دلوقتي. ومش بس كده، سالوا المذيع طب ايه هم الضيوف اللي هيظهروا معاك في البرنامج الجديد؟ رد عليه رامز وقال له لا، لغايه هنا ما اقدرش اقول لك حاجه وسيبها مفاجاه للجمهور. وقال في نهايه اللقاء اعزائي المشاهدين في كل مكان استنوني في رمضان على MBC ببرنامج قوي جدا. وده كان اللقاء والكلام اللي قاله رامز جلال خلال اللقاء اللي عمله في مهرجان جوي اووردز. طيب بعد ما قلت لك اللقاء، ايه بقى الكلام الرسمي حوالين الكلام اللي قاله رامز جلال؟ وهل فعلا الكلام صح ولا غلط؟ والبرنامج هيكون عامل شبه مسلسل سكواد جيم الكوري، المسلسل المشهور جدا والمعروف في كل مكان، ولا رامز جلال بيقول لنا الكلام دوت بس علشان يحمسنا للبرنامج وكمان يشيل الانظار من عليه وما يعرفش حد فكره البرنامج الحقيقيه؟ وخصوصا كمان ان بعض الجمهور لقى من كلام رامز قلق، لان رامز جلال مش متعود اصلا يقول او يكشف عن اي تفاصيل بتخص البرنامج قبل عرضه، وبيبقى متكتم بشكل شديد جدا. فايه حقيقه الكلام ده بالظبط؟ فحابب اقول لك ان كلام رامز بنسبه 90% صح. هتقولي طب ايه الدلائل اللي عندك ان رامز جلال فعلا نسبه كلامه 90% صح؟ هقول لك لان احنا قايلين لك معلومات في حلقات سابقه كتير هنا على القناه بتاكد حاجات كتير جدا من اللي رامز جلال قالها خلال اللقاء. اهم الحاجات ديت اللي احنا قلنا لك ان رامز جلال ممكن بنسبه كبيره جدا ان هو يصور داخل استوديوهات الحصن اللي هي موجوده في مدينه الرياض وتحديدا في دوله السعوديه، اللي قلنا لك خلاص ان هي بلد تصوير البرنامج. واللي بياكد لك كده كمان لما قلت لك في الحلقه السابقه ان رامز جلال لو ظهر في المهرجان كده بنسبه 1,000,000% بلد التصوير هتكون هي دوله السعوديه، لان رامز جلال في الفتره الحاليه بيصور البرنامج، ولو هو في السعوديه هيسيب البرنامج لمده يوم واحد بس ويروح يحضر المهرجان وبعد كده يروح يكمل تصوير البرنامج. وده فعلا اللي حصل. نرجع تاني لنقطه استوديوهات الحصن وايه علاقتها بكل الكلام اللي رامز جلال قاله. وهنا اقول لك يا صديقي ان استوديوهات الحصن عباره عن مكان اثري. المكان الاثري دوت فيه زي متاهه كبيره جدا بتمشي فيها. المتاهه ديت بتبقى عباره عن اوض، كل اوضه بتوديك لمكان شكل. وبحسب كلام رامز جلال وان فكره البرنامج هتكون عامله شبه المسلسل الكوري، فهنا نقدر نقول لك ان فعلا كلامه صح، لان في المسلسل الكوري فكرته كانت عباره عن تحديات وحاجات عامله زي المتاهه وكمان العاب، وده اللي رامز جلال اعتمد عليه في برامجه اخر 5 سنين. وان انا برضو قلت لك في الحلقات السابقه هنا على القناه بخصوص رامز جلال وقلت لك ان البرنامج هيكون عباره عن برنامج ترفيهي عباره عن العاب وتحديات ضخمه جدا رامز جلال عملها في برنامج. فكل كلام رامز اللي قاله مطابق مع كل المعلومات اللي حصلنا عليها خلال الفتره الاخيره حوالين برنامج رامز جلال، وان البرنامج الجديد فعلا عباره عن برنامج ترفيهي وهيكون بنسبه كبيره جدا تتخطى 90% هيكون شبه مسلسل سكواد جيم. ولو تفتكر انا عملت لك حلقه هنا على القناه من سنه قلت لك ان رامز جلال فكره سكواد جيم موجوده في دماغه وكان بيخطط لها علشان يعملها، وقلت لك ان هو ممكن يعملها في رمضان 2025 وما عملهاش. وده برضو بياكد لك ان احنا ما كناش بنقول لك اي كلام وخلاص، لا احنا كنا بنقول لك معلومات موثوقه. والدليل ان رامز جلال قال بنفسه ان فكره البرنامج شبه المسلسل الكوري
في سكواد جيم. فعلشان كده بقول لك فعلا كلام رامز جلال بيأكد لنا كل المعلومات اللي كانت معانا، فبالتالي ان شاء الله هتأكد لك بنسبة 100% خلال الايام اللي جايه هل فعلا الكلام صح ولا غلط. ولكن لغايه دلوقتي ومن المعلومات اللي جايه لنا كمان ان فعلا رامز جلال كلامه مؤكد بنسبة 90% انه يكون صح. طيب الفكرة لو هتتعمل شبه مسلسل سكواد جيم ممكن تكون عاملة ازاي؟ اولا المسلسل كان عبارة عن ان في مجموعة كبيرة جدا من الناس بيكونوا لابسين لبس موحد وبيكون قدامهم تحديات لازم يعملوها علشان يكسبوا مبلغ ضخم جدا، واللي بيخسر فيهم بيتقتل. ده كان ملخص المسلسل. نفس الفكرة ديت هتتقدم ولكن اكيد باختلافات كتير، زي مثلا ان البرنامج فعلا هيكون فيه تحديات، وان فريق العمل عدد كبير جدا هيكون موجود في الفكرة وهيشارك وهيلبس نفس اللبس اللي كان بيلبسه الناس والمساجين اللي كانوا في المسلسل وكان بيتعمل فيهم التحديات. وان اكيد برضو في البرنامج هيكون موجود نفس العروسة اللي كانت موجودة برضو في المسلسل وهيكون ليها جزء كبير جدا من الفكرة برضو. وان كمان هيكون في العاب مشابهة بالظبط بنفس الالعاب اللي كانت موجودة في المسلسل برضو، وده اكيد هيكون موجود ومش محتاج نتوقع اصلا، لان لو كلام رامز صح وان البرنامج شبه مسلسل سكواد جيم يبقى لازم اكيد عمل كل اللي بقولك عليه ده حرفيا. واللي بيأكد لك برضو ان كلام رامز صح ان رامز جلال عمل السنة اللي فاتت في برنامج رامز ايلون ماسك برنامج مشابه لبرنامج ارب جوت تالنت، برنامج المواهب المشهور. فبالتالي دي كانت توقعاتنا عن كلام رامز بخصوص الفكرة الرسمية، واللي باذن الله كلامنا دوت مؤكد برضو بنسبة 90% حسب كلام رامز. ايه برضو عاوزين نتكلم عليه؟ عاوز اتكلم عن لون الشعر، وهو ان رامز جلال طبعا ظهر في المهرجان باللون الابيض في شعره، نفس اللي قلته لك برضو في الحلقة السابقة هنا على القناة حوالين برنامج رامز جلال، وقلت لك ان رامز هيظهر بنفس لون الشعر الابيض اللي ظهر بيه خلال الفترة الاخيرة، وقلت لك ان هو مش هيكون اللون الرسمي، لا رامز جلال عامل لونين في شعره زي برنامج رامز ايلون مصر في برنامجه الجديد اللي هيقدمه في رمضان 26. ورامز جلال خلي بالك عامل لون الشعر الابيض دوت حاليا علشان بيصور برنامجه، واللون الابيض دوت سهل علشان يقدر يغير الالوان بسهولة وسلاسة، لان برضو زي ما قلت لك ان اللون الابيض لازم يتعمل في الشعر قبل اي صبغة تتعمل في الشعر. ورامز جلال خلي بالك ده كان الظهور الاخير ليه واستكمل تصوير البرنامج بتاعه اللي هيقدمه في رمضان 26 وصبغ لون شعره الاصلي اللي بنسبة كبيرة جدا هيكون اللون الابيض في الاحمر، واستكمل تصوير البرنامج وهينتهي ان شاء الله من التصوير قبل شهر رمضان المبارك بحوالي 15 يوم. ونفس قصة الشعر اللي ظهر بيها في المهرجان هتكون هي نفس القصة ولكن بنسبة كبيرة جدا بالالوان اللي قلت لك عليها، مش هيكون شعره طويل. وده يا صديقي بتكون كل حاجة بتخص الظهور الخاص لرامز جلال اللي ظهر فيه خلال مهرجان جوي اووردز، واللي كان ظهور قوي جدا. وخلي بالك ان رامز جلال عامل برنامج قوي في موسم رمضان 2026، ومش عشان عرفت ان هو برنامج ترفيهي تفكر انه هيكون برنامج ضعيف، لا يا صديقي ده البرنامج قوي جدا، وعلى حسب كلام رامز ان فيه 3 اصابات، فبالتالي اكيد البرنامج فيه حاجات خطيرة جدا هنشوفها فيه. وده كان كل الحاجات اللي كانت معايا النهارده حوالين برنامج رامز جلال في موسم رمضان 2026 والظهور الخاص بيه في مهرجان جوي اووردز. استنوني في حلقات ضخمة جدا حوالين البرنامج وتسريبات مهمة جدا هتنزل هنا على القناة خلال الفترة اللي جاية. وبكده اكون وصلت لنهاية فيديو النهارده. كان معاكم محمد يسري، اشوفكم في حلقة جديدة، يلا سلام.